وجبة البيج ماك بقت ب 155 جنيه. مين فيكم ما يعرفش البيج ماك او بيحب ياكله؟ طب عمرك سمعت قبل كده عن مؤشر اقتصادي عالمي بيعتمد على البيج ماك؟ في سنة 1986 قررت مجلة الايكونوميست الشهيرة ان هي تعمل مؤشر اقتصادي، والمؤشر ده بيعبر عن مدى القوة الشرائية لعملة كل بلد عن طريق مقارنة سعر سندوتش البيج ماك بالدولار في امريكا بسعره بالدولار في اي بلد تاني. والفكرة دي اتولدت اصلا كفكرة للهزار في الاول، وما كانش حتى مقصود من المجلة ان هو يتم استخدامها كمعيار اقتصادي، لكن اتحولت مع مرور الوقت لمعيار اقتصادي عالمي كمان. يعني محدش كان يتصور ابدا ان سعر سندوتش برجر، مجرد سندوتش برجر، ممكن يعبر عن مدى النمو الاقتصادي في دوله من عدمه. لكن الطريف بقى في الموضوع ان المؤشر ده فضل مستمر معانا لحد اللحظه دي، وكمان بيتم تحديثه اول كل شهر. ما تيجي كده نشوف مع بعض المؤشر ده بيقول ايه على سعر البرجر في مصر مقارنه بامريكا. سعر سندوتش البيج ماك في امريكا سنه 2023 كان حوالي 5 دولار و36 سنت، بينما سعره في مصر كان حوالي 55 جنيه. وهنا انا بتكلم على السندوتش بس مش الوجبه كلها. المؤشر هنا بيقول ان السعر الفعلي للسندوتش كان المفروض يبقى 160 جنيه، وده معناه ان سعر البيج ماك في مصر ارخص بنسبه 65%